طريقة التعامل مع الأطفال أو الشباب في سن المراهقة بيبقى غلط، إنه ما باحفّزهوش إن هو ينزل في الوزن، ما بافهّمهوش يعني إيه إن أنا آكل أكل صحّي علشان صحّتي وعشان مناعتي وعشان بعد كده ده اللي هيقعد لي أمّا أكبر في السن. باتكلّم معاه بطريقة مش حلوة أو إن أنا أقعد أتنمّر عليه، أو بالذات في وسط العزومات إني أقول له أنت عندك كرش، أو أنتِ شكلِك وِحِش وهيحصل لِك كذا وهنحبسِك ومش هنأكّلِك. الطفل نَفْسه بيحصل له مشاكل نفسية، بنخش بعد كده في eating disorder، ممكن يكون bulimia، anorexia، وده اللي بنشوفه. في طريقة معيّنة إني أتعامل بيها مع الشباب أو الأطفال، إزاي أحفّزه إن هو ياكل أكل صحّي علشان يحافظ على جسمه وعلى مناعته وعلى صحّته، لإن هو ده اللي هيقعد معاه في السن الكبير، هو ده اللي هيفضل لنا، هو رصيد إحنا بنحطّه لنفسنا. وطبيعة الأكل اللي إحنا بناكلها لمّا بييجي لنا لا قدر الله أي مرض، مناعتنا هي اللي بتfight المرض ده. لكن لو أنا طول الوقت باكل أكل غير صحّي ومعدتي على طول بايظة وعندي مشاكل في المفاصل وعندي لا قدر الله أمراض مناعية، كل ده بعد كده بيسبب لي أمراض.